هيحصل لك ايه لو بقيت خلد الماء يوم واحد؟ اول ما مامتك تبيدك هتيجي قد الفشفوشه وهتقعد يجي 11 يوم وتفقس ونسميك زرزور ولا يهمك يا باشا. وبعدها ماما تبدا ترضعك من جلدها. لحظه ماما هترضعني ازاي وانا طالع من بيضه؟ انا ابن مين؟ انا فين؟ وبعدها ب5 شهور هتقرر تسيب عيلتك عشان تكتشف مواهبك الجباره. مفيش قرشك تخش في سحلة وتكتشف ان عندك بوز زي بوز البطه بس انت مش من عيلتها، وعندك ديل زي الكوريك، وبتعرف انك بتقدر تصطاد وانت مغمض عينك وانفك وكمان ودانك. هو انت نازل تغرق ولا ايه؟ وبتكتشف ان عندك سم وكمان بتخرجه من رجليك. وبعدين راسك دي ولا جحليقه؟ ولا يهمك يا باشا. وبعدين بتكتشف ان ما عندكش معده، وبتكتشف انك هجين من معجنه حيوانات زواحف على طيور على ثدييات، وتقريبا حد عندكم في العيله كان فتح معمل تجارب. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وما تعرفش انت ابن مين. ولا يهمك يا باشا. وعاوز تتجوز بنت الناس اللي شبهك، فتلاقي كام واحد تاني هيموتوا عليها، فتقوم معجنه ما بينكم، وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن هتكتشف كان اسمه الانسان، والحمد لله مش بيهدد حياتك بالانقراض.